الحمد لله أنا توصلت لمنهجية مريحاني في حياتي الشخصية وفي نفس الوقت في شغلي كثيرابيست أو كمعالج نفسي، وهي دايما ربط الدين بالدنيا. حتى هتلاقوني دايما بكتب في الهاشتاج تحت البوستس والريلز بتاعتي حياة طيبة، لأن ده هدفنا كلنا، إن احنا نعيش حياة طيبة. يعني ايه حياة طيبة؟ يعني حياة هادية سعيدة فيها مشاكل بس أنا مطمن وأنا بفوت في المشاكل دي كلها. الحياة الطيبة نوصلها ازاي؟ لازم اوازن ما بين علاقتي بربنا علشان اوصل للصحة النفسية السليمة، وفي نفس الوقت اخد بالاسباب الدنيوية اللي بعرف ابعد بيها الاذى النفسي عني، اعالج بيها مشاكلي، اتصالح بيها مع الماضي، احسن من نقاط الضعف اللي عندي، استغل نقاط القوة اللي عندي. كل ده ان شاء الله يوصلني لحياة طيبة. طيب هل البعد عن ربنا لوحده كفيل انه يجيب لك المرض النفسي؟ أنا هنا ما أقدرش أجزم وأقول أيوه، ولكن أقدر أجزم وأقول إن أي مشكلة نفسية أنت بتعدي بيها، قربك من ربنا وتنمية علاقتك بيه سبب كبير من ضمن أسباب كتيرة إنك تخف وتكون كويس. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عايزين أكتر من كده؟ إيه دليل على إن البعد عن ربنا ممكن يعمل مشاكل؟ وعايزين أكبر من كده؟ إيه دليل إن ممكن قربنا منه يحللنا المشاكل، أو على الأقل أطمن ربنا يرزقني الهدى والهداية لحد لما أوصل إن شاء الله إن أنا أحل المشكلة، أو ربنا يلهمني الصبر لحد ما المشكلة تخلص، أو ربنا يلهمني حل من عنده. الله أعلم ربنا هيمن عليا بإيه، بس هو من الأكيد إن علاقتنا بربنا تستاهل التغذية، تستاهل الاهتمام. والناس اللي بعيدة عن ربنا فعلا تعبانة وجعانة وعطشانة وعمالة توهم نفسها بتمارين تأمل وإشي مديتيشن ومش عارفة إيه يوجا وكلام تمام، كل ده كويس وبيشتغل. بس أنا أقصد إن الحاجات دي ظهرت لما هم افتقروا الروحانيات اللي هي ما بين إيدينا كلنا. بس إحنا مش واخدين بالنا منها ومش بنستغلها صح.